صباح الخير يا مستر محمد. صباح النور. دلوقتي انا معايا 15 مليون جنيه، وكان حد عرض عليا اشتري بيهم شاليه في الساحل او في راس الحكمة، 1 بيد او 2 بيد. تفتكر حضرتك ده اختيار كويس؟ طب تعالى اقول لك ب 15 مليون جنيه تقدر تاخد ايه عندي؟ اتفضل. اول حاجه تقدر ان انت تاخد عندي في العاصمه الاداريه في الداون تاون اميز لوكيشن على المحور الشرقي مكتبين. المكتبين دولت كل مكتب فيهم 27 متر، هيتأجروا بعد ما تستلمهم مينيمم ب 80,000 جنيه شهريا، كده 4 مليون. تقدر بعد كده تاخد عندي ستاند الون فيلا فيري برايم لوكيشن اول نمره على البحر متشطبه بالكامل ب 6 مليون جنيه، وكمان تاخد جنبها 5 شاليهات. الخمس شاليهات دولت تقدر ان انت تأجرهم، هيتأجروا معاك مينيمم ب 180,000 جنيه شهريا، ولو انت حابب اصحابك يطلعوا لك او قرايبك هيبقوا موجودين وانت قاعد في الفيلا بتاعتك بتاخد الانفست او الايجارات اللي داخله لك كلها من اليونتس اللي موجوده في العاصمه ومن الشاليهات اللي انت مأجرها. تبقى قاعد كده على البحر بيدخل لك 260,000 جنيه شهريا، كل ده ب 15 مليون جنيه. تمام. طيب كنت عايز اعرف برضو هدفع ازاي ال 15 مليون؟ طيب انت تقدر تدفع لي من اول 10% مقدم وتقسط لحد 10 سنين. الاستثمار ده مش هيتكرر تاني. كمان صفقة راس جميلة هتخلي ريت الشاليهات والفيلا بتاعتك في راس سدر يروح في حتة تانية خالص. والعاصمة الإدارية طبعا كلنا عارفين إن هي أعلى استثمار موجود في الوقت الحالي. هات شيكك والحق بسرعة، اليونتس محدودة.